لو عايز ما تتفلسفش طول عمرك اسمع الفيديو ده. رائد الافكار المبرمج البشري الوحيد في الوطن العربي. اقعد مع ناس بتعمل مش ناس بتتكلم. اللي بيتفلسف كتير ده مش عشان ذكي، لا، ده عشان خايف يبدا فبيحاول يعوض خوفه بكلام كبير. تلاقيه بيحلل كل حاجه قبل ما تحصل وبيسال اسئله ملهاش اخر. طب ولو فشلت؟ طب ولو محدش اهتم؟ طب ولو السوق اتغير؟ طب ولو ربنا مش كاتب كده؟ وبيفضل يسأل يسأل لحد ما الحياة تسيبه وتمشي. الفيلسوف الحقيقي مش اللي بيقول كلام تقيل. الفيلسوف الحقيقي هو اللي بيعمل خطوة بسيطة وبيشوف النتيجة. الفرق بين اللي بيتفلسف واللي بينجح إن الأول بيحاول يفهم البحر من الشط، والتاني نط وشرب شوية وغرق شوية بس اتعلم يعوم. خلي بالك، اللي بيتفلسف دايما بيقول لسه مش الوقت المناسب، بس اللي بينجح بيقول انا اللي هخلي الوقت مناسب. اللي بيتفلسف مستني الاشاره الخضراء من الكون، اللي بينجح بيخترع الاشاره بنفسه. اللي بيتفلسف عايز يكون جاهز 100% قبل ما يبدا. اللي بينجح بدا وهو جاهز 30% والباقي اتعلمه وهو بيجري. اللي بيتفلسف بيفضل يحكي عن الخطط، اللي بينجح بيخلي الناس هي اللي تحكي عنه. خدها قاعده من المبرمج البشري: كل دقيقة بتفكر فيها زيادة عن اللزوم بتخسر فيها خطوة كانت ممكن توصلك. الناس اللي كسبت في الحياة ما كسبتش عشان تفكر صح، كسبت عشان ما خافوش يفكروا وهم بيتحركوا. والمفاجأة، معظم اللي بيتفلسفوا بيبقى عندهم معلومات أكتر من اللي بينجحوا فعلا. بس المشكلة إنهم بيفكروا بعقل خايف مش بعقل جريء. العقل الخايف بيقول لك استنى شوية، العقل الجريء بيقول لك ابدأ وهنصلح واحنا ماشيين. لو عايز ما تتفلسفش طول عمرك ابدأ حتى لو مش فاهم كل حاجة، انزل حتى لو خايف، اتحرك حتى لو مش جاهز. لأن الفلسفة الحقيقية مش في الكلام، الفلسفة الحقيقية في التجربة. الناس اللي بتنجح مش أذكى منك، بس اختاروا الطريق اللي فيه وجع حقيقي مش كلام حلو. فما تتفلسفش وابدأ. كل حاجة هتفهمها وانت بتجري